تحياتي يا أحرار العالم، سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. صحفي اسمه علي مرتضى كاتب تعليق قريته أنا امبارح لديما صادق، الإعلامية اللبنانية الرائعة ديما صادق. كاتب لها تعليق يعني حسب تربيته أو حسب ما رباه الحزب تبعه، يعني هو أعتقد بقناة الميادين. هلا أنا بحبشت وهيك، ففي وكالة ساونا اتصلت معه واحدة من وكالة ساونا اتصلت معه العلوش، قالت له يعني جرجرته بالحكي، وهو بتعرف انفتح بقى واداها يعني حكى معها لهيدا وكالة ساونا وهي حكت معه من رقم سوري، يعني عشان هيك هو يعني الموضوع كان بالنسبة له يعني ثقة. شو هاد يا علي؟ مين ما قال لك أنا من وكالة ساونا بتقوم أنت بتصدق؟ ما لازم كمان تتقصى؟ يعني بعدين الصوت يا زلمة، الصوت يعني مين ما كان صار يعرف الصوت إلا أنتم مدري شو هيك بهايم وماشيين يا زلمة، ما بصير هيك. بعدين تبعت لي هلا بتوزع رقمي وكل الشبيحة تبعكم بعتوا لي مسبات، ما عيب عليك؟ هيك ربتك امك يعني، ولا هيك رباك حسونتك؟ مهم بلا طول سيرة عليكم. هذا الرجل كتير فتح بالبحري، يعني حكى كلام لازم ما ينحكى. ما بعرف هلا شو العقوبة تبعه من شغله ومن حزبه. ما بتبعت لي هيك ناس يعني توزع الرقم هيك، يعني مو رقمي هذا الاساسي انه توزع. ها ليك ها شوفوا، هي عم يجيني اتصالات، هي عم يجيني اتصال. ما راح افتحها طبعا. ها قبل يلا روح، لا تغلب حالك اللي عم تتصل. مهم، فاللي عم يصير او اللي صار والله خواصري عن جد يعني، والله العظيم انا ضحكاني ضحك مو طبيعي. حق لكم شو صار هلا. مكالمه تبع وكاله ساونا اللي حكيت معه، هي من وكاله ساونا فظيعه، هي فظيعه المخلوقه. المكالمه مدتها 12 دقيقه و48 ثانيه. هلا هو امتى حس على حاله انه اكل كم؟ قبل 20 ثانيه من انتهاء المكالمه، يعني بالدقيقه 12 و30 ثانيه قال انا عرفت هلا انت عم تسجلي، وانا عرفت انه اكل كم مرتب، يعني بعد ما حكى الشغلات اللي لازم ما تنحكى. فلما بدك تعمل حالك ذكي، شوف ما بيوقعوا حالهم يعني، يعني ما بيوقعوا حالهم بغلب. بس طبعا هلا القنوات كلها حتستعمل هي وكالة سانا. المكالمة تبع السيدة تبع وكالة سانا، وكالة سانا السلام عليك، بتقول لك يا أجدع فكر شوي قبل أن تتكلم وتورط نفسك. يا جماعة الخير، بدون ما عن جد يعني بدون ما أطول عليكم، صراحة أنا عم بعمل الفيديو هذا هلأ الساعة عندي 10 وثلث، بس ضروري أعمله لأنه عن جد وضع وضع علي مرتضى صعب يعني. وثق بهي تبع وكالة سانا وورطته ورطة كبيرة، ورطت حزبه، يعني حكى كلام ما بينحكى، ما بينحكى على الملأ أبدا. حكى اللي بقلبه، حكى حقيقة كذب ونفاق، حكى الحقيقة يلي هن ما بيقولوها بالعلن، بس رب العالمين بده هيك يعني يوقعكم، يرجيكم قديش انتم اوهن من بيت العنكبوت. وعلى فكرة بدي لك اياها وبكل صراحة، الحمد لله رب العالمين، وانا العبد الفقير الى الله، الى الله باذن الله، طبعا العبد الفقير الى الله، اللي ان شاء الله احسب كل ما افعله خالص لله عز وجل. اقول لك شغله، اي تهديداتكم اللي هلا بعتها مع، انت ما بعرف شو نشرت على صفحتك، يمكن نشرت الرقم وهذا رقم سوري يعني ما عادي، وكالة ساونا يعني، هذا الرقم نشرته عادي وعم تبعت لي شتايم. الله حط الرقبه والله بشيلها، بس حبيت اقول لك هالمعلومه هي. ونحن، انا كميسون لما دخلت بالثوره السوريه عارفه حالي انا وين داعسه، عارفه اجري وينها، وعارفه مكانتي تمام، وعارفه امكانياتي، وعارفه ثباتي. ما تفكروا يا جماعة حزب الشيطان إنه أنتم فقط الثابتين. أنتم ثابتين على شو؟ أنتم ضالين، أنتم
لستم على حق، أنتم قتلة مجرمين، أنتم فعلتم الأفاعيل في سوريا واللبنان والعراق واليمن ولبنان، وأنتم أوهن من بيت العنكبوت. وجاءت الآن الحقيقة الكبيرة اللي كلها العالم سمعها بخطاب هذا السيء تبعك. والآن مكالمتي معك ساونا، ساونا يا زلمة، لك ما بتفهم أنت، لك ما عندك إذن موسيقية، والله ما غيرت صوتها هي تبع ساونا، نفس الصوت يا زلمة من 12 سنة، ما حلك، ما حلكم تفهموا. بس سبحانك يا الله بيعمل حاله ذكي، بعد ما كانت المكالمة طولها 12 دقيقة و48 ثانية، آخر 20 ثانية حس على حاله، إجا الذكاء، هذا كأنه صوت ميسون يعني. عرفتك أنت هلا، تاركك أنا عم سجلي. لك ليش كذاب؟ يعني حتى هي ما بدك ترمي على حالك فيها غلب، وأنت بعد ما أنا مو أنا سكرت، بعد ما أنت اكتشفت إنه صوتي وسكرت الخط وشوي ترجع بتتصل معي وبتقول لي بتسجل لي، انشري المكالمة، أنا أساسا بدي إياكي تنشريها، مو أنا حانشرها، قنوات ساونا وغير ساونا. ما لا، راحت المكالمة صارت عن كل المحطات، أي وكالة سانا وزعتها لكل المحطات، حريشة هالساونا، أي وكالة ساونا ما بتبقش بتمها فولة. بس أنت عن جد بيني وبينك الله يعينك هلا من العقوبة تبع الحزب، لأنك أنت عن جد حكيت حكي ما بينحكى يا زلمة، يا زلمة الحكي اللي حكيته ما بينحكى، اوعى شوي شبه. بس الله بده يوقعكم، الله بده يأرجي حقيقتكم، الله بده يكشفكم، بده ياخذ حق الناس. وعلى فكرة بالمكالمة تبع وكالة ساونا حكى شغلات كتير عديدة، فرحان عم يحكي مع يعني من وكالة ساونا، عم بيقول تعال صور بالقصر الجمهور وكذا، وأخذ وحكى إنه كان بحلب وعمل وقيم وحطوا 6 أشهر بحلب عم يصور الانتصار والمعارك والنصر والكذا. إيه إيه، نحن منتصرين. مين قال لك نحن اللي منتصرين مش أنتم، نحن منتصرين. لما طلعنا ضد الظلام والحكام الظلمة وطالبنا بالحرية والكرامة للشعب السوري، أكيد نحن منتصرين، ولغاية الآن إن شاء الله نحن منتصرين. وبيعكم وشراكم أنتم للقضية وتحرير الأقصى وتحرير القدس وتحرير وكذبكم وهيفا ما بعد هيفا، هي كلها صارت بقى مكشوفة. بس أنت اليوم أثبت أنه أنتم عن جد يعني أوهن من بيت العنكبوت، عن جد يعني إثبات ما في بعد منه إثبات. يعني هي تبع وكالة ساونا ما غيرت صوتها يا زلمة، هي شاطرة هي والله عن جد فظيعة بس يعني جد يعني هلا بدك تنشر رقم، بدك تبعت ناس يعني يسبوا كذا يعني ويهددوا، وبعدين يعني وإذا هددت يعني شو فكرك بخاف منكم؟ أنا فكرك بخاف منكم؟ بس عم أقول لك يعني سؤال اسأل نفسك، تهديدات اللي هلا بعدت تهددني فيها إنه أنا بخاف منكم؟ بعدين أنت قلت لي إيه أنا بدي إياكي تنشري المقطع، أنا بدي إياكي، وأنا بعت لك الفيديو يلا روح أنت انشره، اوعك ما تنشره. بس ليش أنت راح عندك الإنترنت؟ شو صار؟ هل حزب الشيطان مسكك وعاقبك لأنك أنت غلطت غلطة كبيرة؟ أكيد أكيد غلطت غلطة كبيرة، أنا عم أقول لك إياها من هلا. كلام اللي حكيته ما بينحكى، كلام اللي حكيته بيأذيك عند الحزب، كثير بيأذيك. يعني هي جد منك إنك تتورط هيك ورطة، عن جد كثير جد منك. يعني ما عندك معقولة شوية هيك ممارسة بالصحافة يا زلمة. يا زلمة مين ما قال لك ألو بتقول له ألو؟ مين ما قال لك قر واعترف بتقر لك؟ ما في لك كر 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 حكى حتى حكى انه ليما صادق كمان رافع عليه دعوه، واتصلوا في الجهات المعنيه وقالوا له تعال عنا، قال له روحوا احكوا مع الحزب. بلد فوضى، بلد ما فيها حاميها حراميها، حاميها هذا المسردب، يعني مو حاميها حاكمها. ما في دولة، دولة كل مين ايده إله للأسف، مو رايحة إلا على الشعب المسكين. بتطاول على هي، ما عندكم إلا الشتائم، أنتم ما عندكم أبدا محاورة، ما عندكم أبدا. عارف شو اللي بيتصل معي بيقول لي بدي حاورك، بكتب لي أنا أساسا بدي كمل حواري معك، بده يكمل، شو بدك تكمل؟ خلص اللي قلته أنت مشي حالك.
يعني علي، أنا برأيي تعتزل الصحافة، ما في داعي تورط نفسك أكتر من هيك. وبرجع بقول لك، لا أنت ولا أدخن منك بيهددوني، ولا زبايلك اللي بعتهم، تمام؟ برجع بقول لك تعيشوا تاكل غيرها. وكالة ساونا هي والله جابت آخرتك من جد. وكالة ساونا يا زلمة، حدا بيعطي معلومات قيمة هيك لوكالة ساونا؟ تأكد يا زلمة. إلا هاتي لا اتصل معك مكالمة دولية، شوف الرقم صحيح ولا لا. عيب عن جد يعني، والله العظيم انت ما بعرف شو. لسه ها بيبعتوا لي هلا ناس تتصل، هي كلهم حاطين صورة مين؟ هذا المسرب نصر الشيطان، كلهم حاطين صوره او صور فه. على كل حال، مهم تعيش تاكل غيرها. علي، ما بعرف شو بيقربك حسين مرتضى. ايه يعني نفس هيك بتحس نفس الغباء. بتذكر لما كمان حسين مرتضى كان بجنيف. وين كان مرة؟ بجنيف بداية الثورة. صرت معه أنا، كلمت مصر. ما قلت له وكالة ساونا، لا مصر. يلا، سبحانك يا الله. معلش الدنيا، يعني الدنيا فيها هيك، يوم إلك ويوم عليك يا علي. مرتضى شو ناشر انت على صفحتك؟ انا والله ما فتح على صفحتك، يعني لحظه شوي نشوف شو ناشر على صفحته. لانه العالم كله قالوا لي ناشر بصفحته عنك. لحظه شوي نشوف، نفوت على الصفحه. خليكم معي ونشوف ناشر وين هون. ثواني لنشوف شو ناشر بصفحته العين. لحظة، ثواني بس نفوت على صفحته. نشوف ناشر شيء. لا ما ناشر شيء. وين؟ يمكن على صفحته الثانية. يمكن صفحته الثانية هذيك له عنده صفحتين هو. على كل حال مو إشكال، مش مشكل يعني، ما بعرف. نشوف. بس هو كلهم قالوا إنه، يعني اللي عم يبعتوا لي على هذا الرقم، يبعتوا لي كلها إنه مرتضى معناتها هو نشر رقم يعني إنفوهن، ما بعرف. مهم، تحياتي لكم يا أحرار. وساونا صارت عند كل الساونايات، يعني توزعت، يعني وكالة ساونا ما خلت حدا ما وزعت المكالمة. كله حيشوف ويسمع وشوف فضحتك بجلاجل، والله بجلاجل عن جد. حياتي لكم يا أحرار، تصبحوا على خير. اكتبوا لنا تعليقاتكم، ولا تنسوا لو سمحتوا إذا بتريدوا، مثل ما هدول الشبيحة جماعة المماتعة على قلب واحد، نحن كمان الأحرار خلينا على قلب واحد. يعني لا تنسونا من اللايك. والله عم ننشتم وعم ننسب وعم يعني وعم يتمألسوا على مشاهداتنا. فأنتوا كونوا، يعني أنتوا يعني أكيد واحد منكم، يعني إذا تعرفوا قيمة الإعلام، لو تعرفوا قيمة الإعلام يعني ما بيكون وضعكم هيك. لا تنسوا أنكم تعلقوا وتشيروا وتوزعوا وتكتبوا تعليقات بتقووا القناة. وهن ما بينسونا من الديسلايك ومن الشتايم معلش. كما قال أستاذ معتز مطر، الله يمسيه بالخير، نحن نتصدق بأعراضنا لله. ولكن دعمكم ممتاز، ودعمكم يعني كتير بيقوينا وبنستمر أكتر. وادعوا لنا، أو ادعوا لي بالأحرى، الله يبعد عني الشر، لأنه هدول فعلا أشرار. بس برجع بقول لكم، إن عشت فعش حرا، أو مت كالأشجار وقوفا. ويا جبل ما يهزك ريح. وبس هيك كمان، الله حط الرقبة، الله بيشيلها. ما كتير تفوش انت ورفقاتك اللي بعتوا لي كلام تهديدات. تحياتي لكم يا أحرار. السلام عليكم. ما تنسى يا علي، أوهن من بيت العنكبوت أنتم.